عجين أصفر ومقطع بالزيت مدهون ومشبع، مدور مش مربع، مرسم عوجهه ومبرقع، منقوش ومحفر ومخطط، ومن صنع جدتي مزبط. بوعاء رح أحط عندي الطحين، السمسم المحمص، حبة البركة، اليانسون الحب، يانسون وشومر مطحونين، وعندي خميرة فورية، والسكر والملح والحليب البودرة والمحلب المطحون والكركم. كل المقادير مكتوبة. بخلط كل المواد الجافة مع بعضها هيك بإيدي لحتى تختلط، وبعدين بضيف لها كوب كامل من زيت الزيتون. كل المقادير بالأكواب والملاعق المعيارية. وهلأ عندي بدي أبس الطحين بالزيت، يعني بدي أخلي الطحين يتشرب الزيت. هيك بمسك بأطراف الأصابع وبفرك الطحين لحتى الطحين كله هيك يتغير لونه، وأحس إنه كله تغلف بالزيت بهذا الشكل. شايفين كيف صار عندي؟ هلا رح اعجنه بكوبين من المي الدافيه. طبعا ضفت اول اشي هيك كوب ونص، وبعدين نص الكوب ضيفوه بالتدريج، لانه طحين عن طحين ممكن انه يختلف العيار. انا بياخد عندي كوبين كاملين من المي الدافيه. وهلا رح اعجنه لحتى صارت عندي هيك، شوفوا عجينه طريه وبتمط وكتير حلوه ما شاء الله. اخذت عندي شوفوا الكوبين كاملين من المي. رح اغطيها واتركها تتخمر لمدة ساعة، او حتى يتضاعف حجمها. بالجو البارد بتحتاج اكتر. وهلا رح اقطعها لهيك اقراص، انا بهذا الحجم حسب حجم القالب اللي عندكم، او حسب حجم انتوا قد بدكم تعملوا حجم الاقراص. تركتهم يرتاحوا 5 دقايق، بعدين هيك بغطهم شوي بزيت الزيتون او بمسح القالب. ما تكتروا زيت زيتون لحتى الرسمة تطبع معكم وتبين. هلا بفردها بهذا القالب الخاص، في منه خشب في بلاستيك حسب اللي بتلاقوه. ما تخلوها سميكة كتير لانه هي فيها خميرة ولسه رح ترجع تنفخ معي. وهلا هيك بطلعها بسهولة من القالب. شايفين هاي هي ما احلى شكلها ما شاء الله، وهذا هيك السمك تبعها. وهلا بحطهم عندي بصينية الخبز، وبدخلهم على فرن يكون حامي من قبل، درجة حرارة 200-220. الفرن يكون حامي. خبزتهم طلعتهم من الفرن، وبدهنهم وهم دافيين بدهنة هيك خفيفة من زيت الزيتون، وبقدمهم يعني ريحة البيت عن جد شو أحكي لكم. وطعمهم بشهي، ضروري إنكم تجربوهم، وصحتين وعافية على قلوبكم.